اول فيديو عملته على اليوتيوب عملت الاضاءه بتاعتي بنور المطبخ ده، وده يدل قد ايه هي صعبه انت تبتدي، وانا عارف قد ايه بجد هي صعبه. انت متلخبط مش عارف تعمل ايه، وانا عندي 18 سنه عملت فلوس اونلاين ووصلت ل 5000 متابع، وعمري ما اتخيل ان انا اوصل لكده. فهقول لك ازاي بالظبط تبتدي. اول نقطه، انت ازاي تبتدي، ودي انت عمرك ما سمعتها ولا حد قالها لك قبل كده. تمام؟ انا عايزك تبقى غبي، عايزك تبقى غبي وتبدا وانت مش فاهم اي حاجه. انا قلت لك اول فيديو عملته او تاني فيديو عملته عملت الاضاءه بنور المطبخ. تمام؟ مش فاهم اي حاجه في حاجه، وده غلط اكيد. تمام؟ لو عايز تعمل فيديو ما تعملش بنور المطبخ. بس انا ما كنتش فاهم حاجه، وانت عمال تستنى تقول لنفسك هتفرج على فيديو، هقرا كتاب، هشوف، اتكلم مع اصحابي، هدور الموضوع في دماغي، وما بداتش. بقالك مثلا شهور عايز تبدا مثلا تعمل فيديوهات او تعمل فلوس اونلاين، او مش عارف تعمل اي حاجه، بس عمال تقول لنفسك بعد شويه بعد شويه لما افكر فيها، وما بداتش. انا كنت وحش عمال افهم. انا كنت بعمل فيديوهات بالانجلش، بعمل تيك توكس، بس دلوقتي مركز على اعمل فيديوهات بالعربي في المحتوى ده بس. ففي الاول هتعمل غلطات وهتبقى وحش. ما تخليش ده اللي انت ما يوقفك اللي انت تبدا. هتبقى غبي في الاول وهتفهم. انا لسه غبي لغايه دلوقتي بس بفهم حاجات وبتعلم. فابقى غبي وابدا وانت مش فاهم اي حاجه. ما تصدقش ده، ما تصدقش دماغك دي وابقى غبي. ما تخليهاش تقول لك احنا محتاجين لسه وقت. رقم اتنين، انت ازاي تبتدي، ودي برضه انت ما سمعتهاش قبل كده. حط نار تحت التوت. هي مضحكه شويه بس بجد. تمام؟ انت لو مثلا عندك فلوس محتاج تعملها، تمام، انت هنا اهو ومحتاج تعمل فلوس، ولو ما عملتش فلوس هتموت. النار بتجري وراك. هتعمل فلوس ولا لا؟ لازم هتعمل فلوس يا اما هتموت. تمام؟ ودي بترجع للكود دي اللي بتقول he who has a why can bear anyhow. يعني انت لو عندك سبب ليه انت بتعمل حاجه هتعملها. انتوا كلكم ما عندكمش سبب. انا ما كانش عندي سبب مثلا. انا في الاول خالص ما كانش عندي سبب. انا عايز اعمل فيديوهات خلاص، بس ليه؟ ليه تعمل فيديوهات؟ في الاوقات الصعبه دماغك هتقول لك انت ليه بتعمل كده؟ ليه افضل اعمل فيديوهات والناس تضحك عليا في المدرسه؟ ليه افضل اعمل كل الكلام ده؟ فلازم تلاقي السبب واسال نفسك. لو عايز تلاقي ليه، لو انا مثلا ما عملتش الفيديوهات دي الثلاث سنين الجايين هيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ لو انا ما عملتش فلوس 3 سنين في حياتي هيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ هل هحب نفسي؟ هل هبقى فرحان؟ الاربع اسئله دول المفروض يخوفوك. اكتبهم واسال نفسك فعلا انت ليه بتعمل كده؟ ليه عايز تبدا المشروع ده؟ ليه عايز تعمل فلوس؟ ليه عايز تعمل فيديوهات؟ انت لو ما عندكش ليه مش هتعرف تعمل اي حاجه. رقم ثلاثة، انت ازاي تبتدي. شوف نفسك شوية. كل حد بيقول لك ما تشوفش نفسك، انت فاكر نفسك مين ومش عارف ايه. بس انت في الاول مثلا عايز تعمل فلوس، عايز تعمل محتوى. تمام؟ في الاول ناس في الكومنتس، ناس في البيت عندك، ناس في المدرسه، ناس في الجامعه، ناس حواليك هيفضلوا يقولوا لك انت فاكر نفسك مين، بتعمل ايه، لا اهدى، ما تعملش كده، مفيش حد فينا وصل لكده، انت مش هينفع توصل لكده. كلهم هيقولوا لك كده. تمام؟ بس انت لو مش شايف نفسك شويه، ما عندكش امل، ما عندكش ثقه ان انت تقدر توصل، كلامهم هيبقى صح. هم على فكره كلامهم صح في الاول عشان انت ما عملتش اي حاجه لسه. بس انت لو عندك شويه غرور كده، شويه حب، بتحب نفسك يعني، هتبدا. واول حاجه الكلام ده مش هيأثر عليك، عشان انا في الاول الكلام ده كان بيأثر عليا فعلا. كان كل حد حواليا يقول لي انت فاكر نفسك مين، بتعمل ايه، ومش عايزين نعمل فيديوهات. كان كلام بيتقال سيء، وانا كان يعني بيبقى صعب عليا. بس انا عايزك في الاول عشان ما يحصلكش الحاجه دي، شوف نفسك شويه. يعني يبقى عندك امل، عندك ثقه ان انت تقدر توصل، وقول لنفسك الناس اللي وصلت دي مش احسن مني، وانا هبقى احسن منهم، وهم ما عندهمش حاجه مختلفه، انا بس محتاج اشتغل على نفسي. لو قلت لنفسك كده هتبتدي، وعندك شويه غرور كده ان انت تكمل، هتوصل اللي انت عايزه. وقبل ما ادخل في النقطه الرابعه، عندنا فري كوميونتي في الديسكربشن، ناس زيك بالظبط عايزين يطوروا من نفسهم، يحسنوا من نفسهم، ويوصلوا لاهدافهم. وهنفضل نتكلم على توبكس كتيره جدا، ازاي نتحكم في حياتنا، ازاي نحسن من نفسنا. وكمان ممكن نتقابل في الفيوتشر. وفي ون اون كوتشنج كمان، بس ده بفلوس. انا مش هكدب عليك، ده بفلوس عشان اقول لك بالظبط تعمل ايه، ازاي تتحكم في حياتك، ازاي تحسن من جسمك، ازاي تعمل فلوس اونلاين لو عايز. عشان اقول لك ازاي انا اتعلمت اعمل فلوس اونلاين بسن صغير جدا، ازاي تبدا تتحكم في حياتك. كل حاجه هتبقى خارج عارف انت المفروض تعمل ايه في حياتك بالظبط، بس ده بفلوس. رابع حاجه، ابدا حاجه واحده بس. تمام؟ حاجه واحده. ما تعملش مثلا محتوى تحاول تعمل فلوس اونلاين والمدرسه او الشغل واسمه ايه والجيم، حاجات كتيره جدا. هتعرف تركز على ايه ولا ايه؟ انا بعمل كده بس ده غلط. تمام؟ عشان انا عندي اهداف كتيره جدا، بس ده هياخد منك وقت. يعني مش هتعرف تعمل مثلا تركز على فلوس قوي ولا تركز على المحتوى ولا تركز على المدرسه لو المدرسه بتاعتك صعبه كمان. وكمان الجيم، بس هو ده مثلا الجيم لازم يبقى عند كل حد. تمام؟ بس اليوتيوب ده هياخد وقت. فركز على حاجه واحده. انا كنت بعمل فيديوهات بالانجلش، كنت بعمل فيديوهات على التيك توك، بس لما ركزت اعمل فيديوهات بالعربي على يوتيوب بس، دلوقتي وصلت ل 4000 متابع وعمال احسن من نفسي اسرع. لما ركزت ازاي اعمل فلوس بطريقه واحده بس، عملت احسن. بس انت لازم تختار حاجه من دول. تمام؟ ما تختارش الاثنين دول، اختار حاجه واحده. وممكن مثلا بعد لما تعمل محتوى مش عارف ايه تعمل فلوس منه،
بعد لما تتعلم ازاي تعمل فلوس تعمل محتوى عليه. فواحده هتكمل التانيه، بس ابتدي بحاجه واحده بس، ما تبتديش بمليون الف حاجه، عشان دي هتخليك انت تتقدم اسرع وتعمل بروجرس فيها اسرع. خامس حاجه، ابتدي دلوقتي. انا عايزك بعد لما تخلص الفيديو ده ابتدي في الحاجه اللي انت عايز تعملها. شوف اول فيديو عايز تتكلم على ايه، شوف هتعمل فلوس اونلاين ازاي، ما تخليهاش تستنى، عشان هو الفعل الاكشن هو اهم حاجه. مش لازم تعمل كل حاجه 100% صح، تمام؟ مش لازم تكون 100% كل يوم ساعتين في اليوم، لا، ممكن نص ساعه في اليوم، يوم ساعه في اليوم، بس تعملها وخلاص. انا دايما بفكر نفسي الفعل الاكشن هو اهم حاجه. ده ساعات يجي لي ايام انا مثلا حاسس ان انا ما عملتش حاجه، لا بس افكر نفسي انا عملت الفعل، عملت، شفت ازاي هعمل الفيديو الجاي، شفت ازاي هعمل فلوس اونلاين. ادام انت بتعمل الفعل خلاص انت هتكسب. ولو عندك بقى استمراريه، انا دايما بفكر نفسي انا عامل زي الحشره كده، تمام؟ يعني الناس تبقى ضدك، دماغك كمان في الاول ضدك، كل حاجه ضدك، بس انت مش بتستسلم. لو انت ما استسلمتش هتوصل اللي انت عايزه. انا عمري في حياتي ما اتخيل واحد عنده 18 سنه يبقى عنده 5000 متابع على اليوتيوب وبينصح الناس وكمان بيعمل فلوس اونلاين. انا عمري ما اتخيلها. يعني عمري في حياتي ما اتخيل ان اوصل لحاجه زي كده وانا عندي 16 سنه 15 سنه وانا كان حياتي وحشه فعليا. عمري ما اتخيل ان انا 18 سنه ابقى واقف قدام كاميرا زي دي بشرح لحد وهحسن من حياته. فانت لو عندك استمراريه بتكمل 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 هتفهم، هتيجي معاك. فده اللي انا كنت عايز اقوله لك على ازاي تبدا. ولو عايز تبقى عندك استمرارية اتفرج على الفيديو بتاعي على الاستمرارية، ده فيديو جايب 50,000 فيو وهتستفيد منه جدا. وإن شاء الله تبدأ. والفيديو الجاي هتكلم عن ازاي مثلا